أهلا مشاهدينا الكرام مرة أخرى معكم هنا. اليوم أريد أن أتطرق إلى موضوع آخر، تكملة لموضوع السابق. موضوع سابق كان التحدث فيه عن سيد قطب وأبو علي الأعلى المدودي، آسف. وهم كتبوا كتابين، كل واحد يعني كتب كتاب يعرف ما هو الإسلام على وجهة نظره، وكيف يعني يفهمه ويعني يعمل به. اليوم سأتطرق إلى كتاب آخر، مسلم آخر. لماذا؟ لماذا أنا أعمل كل هذه الأمور؟ لأني أرى أن كل شخص لديه إسلام خاص. يعني المعتزلي، الصوفي، الأشعري، السلفي، الوهابي، الشيعي، الأحمدي، يعني الفرق الأخرى، يعني كل واحد يأتيك ويقول لك أنا إسلامي صح. يعني فتراهم يتخبطون، واحد يكفر الآخر، الواحد يعني لا يعرف من أسفل إلى أدناه. يعني فأنا أوصل لكم جميع يعني الإسلاميين الذين يؤمنون بالإسلام وكيف هو إسلامه. سندخل مباشرة بدون يعني مقدمات كثيرة. وأنا اليوم سأتحدث عن شخصية يتبعها الملايين، يعني محمد شحرور في كتابه يعني الإسلام والإنسان، وكيف يرى الإسلام ومعانيه ومفاهيمه وحدوده وولاؤه، ولماذا أتى الإسلام. عنده نظرة خاصة تماما، يعني مثل القرآنيين، ولا يعني يسموا الآن الشحروريين. وأعلم أنه في الساحة الدعوية يوجد ربانيين، يعني أو الذين يجمعون يعني الكتاب المقدس، يعني العهد القديم والعهد الجديد والقرآن. فاليوم قررت أن أعطيكم وجهة آخر من وجهة أحد الناس في الإسلام، وكيف يفسر الإسلام. وأنا أعرف أن الناس الكثير المسلمين اليوم يعرفون الطقوس فقط، يمارسون الطقوس، لا يقرؤون عن دينهم الكثير. يعني يمارسون حياتهم الشخصية، حياتهم العملية، يعني مواكبون للعصر. فمحمد شحرور والسيد قطب وأبو أعلى المودودي هم في اتجاهين مختلفين مثل السماء والأرض. خلينا نشوف إسلام محمد شحرور. اليوم أنا سأستخدم مصدر في هذا الكتاب، الإسلام والإنسان، ومن نتاج القراءة المعاصرة. الإسلام والإنسان. الكتاب بيحتوي حوالي 210 صفحات. يعني هذه هي هذا يعني هو دار النشر، لا أعلم اسمه إيه. يعني المهم أنا نقلت لكم هذا الكتاب، يمكنكم تحميله PDF. عندما ندخل إلى المقدمة سنرى الدكتور محمود شحرور، الإسلام والإنسان من نتاج القراءة المعاصرة، دار الساقي كما قلت، ويحتوي على 210 صفحات. يحتوي على يعني مثلا هنا من نتاج القراءات المعاصرة: كلمة شكر، تقديم الكتاب، تمهيد، الفصل الأول ما هو، من هم المسلمون، معنى الإسلام، العمل الصالح، الإجرام، معنى مضاد الإسلام، معنى الإيمان، الفرق بين الرسالة والنبوة، السنة الرسولية والسنة النبوية، بين الطاعة والإكراه. أنتم ترون يعني. وهنا أيضا يكمل يقول لك يعني معنى الحرية، أساس العبادية، يعني أنواع الطغيان التي على الإنسان مواجهتها، عقدة الذنب، قضية التكفير، المواطنة والولاء للإسلام، معنى الأمة والقومية والشعب، الولاء للإسلام، ولاء للقيم الإنسانية. انظروا هنا يعني المواطنة، الولاء للوطن، ولاء للديار، عكس تماما سيد قطب والوهابيين الآخرين. يعني العقيدة القتالية، الفرق بين الشاهد والشهيد. وهنا يعطي خاتمة. أيضا سأستخدم كتاب اسمه الإسلام الأصل والصورة، محمد شحرور، كتابة الفكر الجديد، وهذا هو للثقافة والنشر. هذا هو سأضعه وتحملونه PDF أيضا إن أردتم قراءته. هذا هو يحتوي على 260 صفحة، محمد شحرور، الإسلام الأصل والصورة، وهذا هو دار النشر. ندخل مباشرة. سأعرض هذه الكتابين، سوف تجدونه تحت صندوق الوصف أو في التعليقات. أنا اليوم ماذا سأعرض؟ سأعرض ماذا يعتقد محمد شحرور ولماذا اعتقد بهذا. يعني سأعرض اعتقاده أولا، ثم سأعرض تبريراته لماذا هو اعتقد هكذا، ولماذا يعني اختلف عن المفسرين، عن كل الذين أتوا قبل 1400 سنة، ودلائل يعني لماذا اعتقد هكذا. إذن سأتطرق مفهوم محمد شحرور للإسلام وتفسيره، وعنده متابعين بالملايين. سأعرض ما هو إسلامه، ثم سأعرض لماذا اعتقد هكذا، وكيف يحاجج الآخرين في التفسيرات وفي التي يراها تناقضات في الإسلام
الوهابي أو الإسلام يعني الرسمي. خلينا ندخل مباشرة. الإسلام والإنسان في صفحة 182 هنا. فالقيم الإنسانية إذن هي أساس المتين الذي تبنى عليه المجتمعات الإنسانية، وهي الدين الإسلامي. عنده مفهوم آخر يقول لك الإنسانية هي الدين الإسلامي الذي جاء به كل الرسل والأنبياء. هذا هو الإسلام، وهي تمثل فطرة الله التي فطر الناس عليها كي يتعاملوا وفقها لتشكيل مجتمع إنساني. يعني نظرة خاصة معاصرة، إسلام وسطي. يعني اليوم مثل اسمه بهجة صابر الأستاذ برنابا، تحية مني من هنا يعني. فهذا هو الإسلام الوسطي عند محمود شحرور. القيم الإنسانية يعني خلاص إنسانية وحرية التعبير وكل ما هو موجود الآن هو الإسلام. هذا ما قاله محمود شحرور. خلينا نكمل ويكمل. ونفهم أخيرا أن الإسلام ليس دين الرسالة المحمدية فقط، يا سلام، بل دين جميع الرسالات والرسل والأنبياء، وأن المسلمين ليسوا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم حسرا. ألغى السنة هنا، ألغى السنة كما هو سائد اليوم، بل هم كل من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا والتزم بصراط المثل العليا المستقيم. انظر، مثل العليا المستقيم من عنده. هذه المثل والقيم التي تدخل ضمن فطرة الإنسان ولا تحتاج إلى برهان عليها. هنا يقول لك أنا داخلي، أنا أمارس أموري، أنا يعني هكذا قالوا لي يعني. اسأل نفسك وتكمن قوتها أنها تحمل بيناتها في ذاتها، وبنفس الوقت ليست قانونا موضوعيا يفرض نفسه منفصلا عن الوجود الإنساني الاجتماعي الواعي. ومن هنا نقول أن الإسلام دين الفطرة الإنسانية طبقا لدلالة قوله تعالى فأقم وجهك للدين. يعني هنا في الصفحة 187 ترون أن محمد شحرور يقدم إسلام مودرن وسطي، يعني قد حاله يستطيع أن يستهلكه الشباب اليوم، والإنسان الذي هو في نظره محرج من التفسيرات ومن القتال ومن الولاء والبراء ومن النواقض ومن يعني الذين لا يؤمنون بالوطنية ولا بالحدود. الحدود أنا أقصد يعني الحدود الدولية، يعني الجزائر تونس المغرب، ولا يؤمنون بالجنسيات فقد حاله محمد شحرور. خلينا نكمل. هنا الإسلام والإنسان في صفحة 73 يقول لك الناس مقسمون، يعني والله مقسمون. مثلا المسلمون والمجرمون. المسلمون من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، المصلون يحافظون على صلتهم بالله. يكمل هنا. المجرمون من هم؟ المكذبون بالله واليوم الآخر، القاطعون صلتهم بالله، يترك العمل بالقيم الإنسانية ودعوتهم لأفكار وأعمال غير إنسانية إجرامية. يعني مجرم، يعني يرتكب يعني مثل الجرائم الجنائية فقط يعني. ثم يقول لك والله يعني خلاص المجرمون عرفهم، ثم يتفرع في المسلمون يقول لك المسلمون 4 فروع: الذين آمنوا، الذين هادوا، النصارى والصابئون. المسلمون المؤمنون هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وهم مقيمو الصلاة يعني الشعيرة. المسلمون الذين هادوا هم أتباع موسى. المسلمون النصارى هم أتباع عيسى. المسلمون الصابئون هم كل من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا من أتباع الملل الديانة الأخرى. يعني فسر الماء بالماء، لا أعلم لماذا يعني يكرر. هل يريد أن يقول كل الأديان تؤدي إلى الله؟ يعني نصارى دينك كذا وأنا ديني كذا، والمهم اعبده واعمل صالحا ولا تكن مجرم وخلاص وأنت مسلم وتدخل الجنة والسلام عليكم الله تعالى وبركاته. مهم نكمل. وهذا في صفحة 73. هنا في الإسلام والإنسان في صفحة 66 الإجرام معنى مضاد للإسلام في كتاب الله. عند التعمق في البحث في نصوص كتاب الله عز وجل نجد أن المصطلح المضاد للإسلام هو الإجرام، يقابله وصف مجرمون مضاد لوصف مسلمون، كما جاء في قوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. رأيتم يعني كأنه يريد أن يفسر هذه الآية، يعني المجرم والمسلم يعني. وقد ورد مصطلح جرم بكل مشتقاته يعني حوالي 65 مرة في كتاب الله، ومعناها لغة القطع، ومنه سميت الإجرام السماوية أجراما لأنها منفصلة أي مقطوعة بعضها عن بعض. ومنه جاء قوله تعالى لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، وهذا في النحل. ويقول أي أن خسارتهم في الآخرة أمر مقطوع به ومحسوم لا نقاش فيه. أوكي، محمد شحرور قدم تفسير يعني خاص به في الإسلام والإنسان صفحة 66. أتمنى أنه نال إعجابكم يعني، وتكونون من فرقة الشحروريين، يعني فرقة شحرورية، فرقة وهابية، فرقة ماتريدية، فرقة يعني لا أعلم، يعني أكثر من 70 فرقة، كل واحد يفسر على حاله. صوفيين يعني اشطح يرقص قول اذهب لا تعمل اعمل، استغفر الله، كل واحد على إسلامه. إسلام جيد يعني تستطيع أن تكون يعني كافر ومسلم في نفس الوقت. وهنا في الإسلام والإنسان 65 يقول علما بأن ما نطلق عليه بمصطلحنا المعاصر اسم الملحد سماه الله في كتابه مجرما.
الملحد هو المجرم، ليس الملحد هو من لا يؤمن بالله، بل هو المجرم، لأن مصطلح الإجرام أكثر دقة من مصطلح الإلحاد، لأننا نعرف أن الملحد بمعنى الذي نعرفه قد لا يكون مؤمنا بالله، جميل هذا، لكنه قد يحترم القيم الإنسانية. ما دامك تحترم القيم الإنسانية، ما دامك أنت مسلم، لا تحترم أنت ملحد، على عكس المجرم الذي بالإضافة إلى عدم إيمانه بالله فإنه لا يحترمها. جميل، جميل جدا، يعني والله يعني ممكن نعملها قوانين إنسانية في الأمم المتحدة. خلينا نكمل مع محمد شحرور. هنا أيضا يقول لك الإسلام والإنسان صفحة 81 يكمل الفرق بين الرسالة والنبوة. جاء في كتاب الله قوله تعالى: ما كان محمدا أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. هذه في الأحزاب. وهذه الآية تذكر 3 مقامات لمحمد صلى الله عليه وسلم، هي مقام محمد الرجل، مقام محمد النبي النبوة، مقام محمد الرسول وهي الرسالة. يعني يقسم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على أنه رجل عادي، نبي عادي، ورسول. هنا يريد أن يعني يأتي بأشياء ويخرج أشياء لأنه محرج. خلينا نكمل. يكمل. كانت له 3 مقامات، فأما مقام الرجل فهو مقام الإنسان العادي الممارس للحياة البشرية بشكل عادي، يعني السنة لا تتبعها، هو فقط يعني كان في زمان وهكذا فخليه. لو كان الآن يلبس الكرافات ويحمل الأموال ويشتري ليموزين ويشتري المنازل وكذا، لكن هو في زمانه مارس أمور زمان يعني، فلا توجد سنة، هكذا الشحرور يقول. ولم يكن معصوما في هذا المقام لأنه مقام لا يحتاج للعصمة. وكذلك الأمر بالنسبة لمقام النبوة الذي كان فيه قائدا أعلى وقاضيا لمجتمعه، فلم يكون معصوم في اجتهاداته. يعني حتى في الأمور بين نسوانه، بين مجتمعه، بين أموره، قائد سياسي هكذا يخطأ ويصيب ولا تصلح لكل زمان ومكان، والسنة كذلك لا تصلح لكل زمان ومكان. يعني شحرور جرد كل الأمور، جرد الإسلام من أساسه، وقد جاءته تعليمات بتصحيح اجتهاداته ثبتت في كتاب الله. يعني هذا الإسلام يعني ينفع للإنسان الذي لا يريد أن يكون مسلم لكن يريد أن يكون شيء آخر. هنا يكمل ما ينفي عنه تماما العصمة في مقام النبوة، لأن من غير الممكن أن يكون معصوما في هذا المقام، لأنه مقام اجتهاد وإعمال للرأي، ليس يعني وحي يوحى ولا يعني أحاديث يعني يفسرها له جبريل أو يعني أو حلم، لا هو رأي محمد لا يهمل. استغفر الله، كأنه يريد أن يقول هو من كتب القرآن، هو من كتب السنة، هو من كتب كل شيء. افهموا يا ناس، وفق ما يتناسب مع ظروف المجتمع بينما كان معصوم في مقام الرسالة فقط، بحيث قام بمهمة بلاغ كتاب الله كله للناس. رسول يعني كأنه يعمل يعني تعطي له بطاقة ارسل، يروح يدق على الباب، هاك بطاقة، خلاص، مجرد رسول مرسل، كأنه فاكتور، يعني كأنه الذين يقومون بعمل الوثائق الكهرباء، يعني ثمن الكهرباء، ثمن الماء، ثمن يعني الديون كذا، ويعطيها لك، يعني فقط هو رسول فقط. من هذا المقام بالصيغة اللغوية المنطوقة والتعبدية التي حفظها الله بكل أمانة. رسالة دق عليك الباب، أعطاها لك، حفظها الله، هذه فقط. أما الأمور أخرى يفتي ويتكلم قائد عسكري وسنة وتتاو ونسوان وما قال، لا، هذا هو كتبه. إذ بلغ ما أوحي إليه كما يعني أحاها الله. يعني هنا شحرور يؤكد أنه حوالي 70% من الإسلام هو رأي محمد، 30% هو مرسول، طبطب الباب، يعطيك رسالة، خذها، خلاص، وهو الإنسانية. ولا تكن مجرم، لأن المجرم هو الملحد. خلينا نكمل. بهذا تكون السنة الإلهية الأبدية التي لا توصف بالتبدل والتغير، هي الرسالة الإلهية الأبدية والخاتمة، ممثلة فيما جاء في كتاب الله، وهي التي تسمى السنة الرسولية. أما الاجتهاد الذي اجتهده صلى الله عليه وسلم من مقام النبوة كقائد أعلى للمجتمع أو قاضي له، كما رأينا سابقا، يعني له يعني يخطئ ويصيب، يعني رأيه لا يهمني يعني، فتسمى السنة النبوية، وهي ليست وحيا من عند الله ولكنها نابعة من اجتهاده، وهي مرتبطة بظروف مجتمعه ومستوى معيشة أفراده ومستوى وعيهم. هذه خطيرة. يقول لك أنه الرسول وعيه صغير ومجتمعه صغير ورأيه كذا، فلا نأخذها اليوم القرن 21، التكنولوجيا، الإنسان وصل إلى أحسن درجة من الفهم، وألغى العبودية وألغى ملك اليمين وألغى ألغى يعني المؤمن والكافر، فيعني الإنسانية تجمعنا، فقط المجرم هو من يدخل السجن أو يقتل. يعني شحرور يريد أن يقول أنه الإسلام ليس هو إسلام، ما يجعل منها اجتهادات ظرفية وغير صالحة لكل زمان ومكان. انظروا، بل طاعته فيها كانت لازمة لمن عاصره من أفراد
مجتمعه فقط، على عكس السنة الرسولية التي تقول طاعته فيها لازمة لكل العصور بهذه بعده من أتباع صلى الله عليه وسلم. يعني السنة الرسولية هي 30% التي يريد هو أيضا أن يفسرها كما أراد، فتبقى حوالي يعني 98% من الإسلام راح، 2% يعني هناك إسلام. فمحمد شحرور يريد أن يدعي النبوة هنا. السنة نبوية أي ما صدر منه من اجتهادات التي اجتهد صلى الله عليه وسلم في عصره، ولزمت طاعته فيما ممن كان معه فقط من أتباعه من أفراد مجتمعه فقط، دون أن تتعداهم هذه الطاعة إلى غيرهم من الأجيال. وهذا يقول في الإسلام والإنسان صفحة 104. كلام خطير وإسلام جديد. ويكمل هنا القصص المحمدية أي ما جاء صلى الله عليه وسلم من آيات القصص المحمدية الواردة في كتاب الله، وهي النصوص لا علاقة لها بأحكام الرسالة بل خاضعة لظروف تلك المرحلة التاريخية، وتناقش قضايا ومشاكل الدول المحمدية يعني الفتية آنذاك وقضايا الحرب فيها. كلام خطير. وهي من القصص القرآن تؤخذ منها العبر فقط وليس لها أي علاقة بالرسالة. لهذا جاءت طاعته فيها منفصلة، لأنها كانت واجبة على أفراد المجتمع فقط، وقد جاءه بعضها بعبارة يا أيها الذين آمنوا، وهي موجهة للجيل المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم من أتباعه. فسورة التوبة مثلا جاءت بدون بسملة لأنها سورة قتال بالدرجة الأولى، وبالتالي ليست من الرسالة بل من القصص المحمدية. يعني هذا خلاص، يعني هذه خطيرة، يعني يا مسلمين حقيقيين هذه خطيرة. خلينا نكمل. خليه يعرف السرقة. السرقة، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. خلاص اقطعوهم. نرى عقوبة القطع هي الحد الأعلى لعقوبة السرقة، وتطبيق عقوبة الحد الأعلى تتم على المهني، لذا قال السارق والسارقة. أما في القتل سنرى، يعني يكمل. ومع ذلك فإن مفهوم البتر لليد هو مفهوم غريب، فكيف يقول فاقطعوا أيديهم وليس يديهما؟ تفلسف الآن. ثم يقول بعد ذلك فمن تاب فإن لله غفور رحيم. فما هي هذه التوبة بعد بتر اليد؟ يعني يتفلسف، يقول لك نقطع يده ثم يتوب، بعدين كيف راح ياكل؟ يعني يكون بلا يدين راح يخرج لك خريجة جديدة. ما هو البتر يا شحرور؟ نحن نقول بمفهوم حضاري أن من امتهن السرقة فيجب أن نقطع يديه عن المجتمع. كف اليد، نقطع يديه كف، يعني لا أعلم هكذا، أو نقول لا تعملها، وذلك بعزله عن المجتمع. السجن، وقد يصل مدة مختلفة طويلة. في هذه الحالة نرى أن التوبة والمغفرة لها معنى، وقد ورد كثيرا في التنزيل الحكيم القطع بمعناه المجازي كتقطيع الأرحام وتقطعوا أرحامكم أو قطع دابر الكافرين، وهنا في الإسلام الأصل والصورة في صفحة 171. المهم شحرور أعطاكم الحل في قطع اليد للسارق، حدود الله يعني. يكمل هنا كيف يكون الولاء للإسلام ولاء للقيم الإنسانية. ولاء البراء كيف يراه؟ يأتي الولاء في الأسرة بالتراحم والتعاطف والود بين أفرادها ومساعدة بعضهم بعضا بغض النظر عن انتماءاتهم المذهبية والسياسية. علمانية هنا، يعني الإسلام أصبح علماني، والبراء فيها هو الدفاع عن أفراد الأسرة عندما تتعرض لظلم أو عدوان من الآخرين، والدفاع بحسب الوسائل المتاحة في الصحافة والقضاء والكلمة الطيبة حتى السب والشتم، وكذلك تقديم المساعدات المادية لأفراد الأسرة بعضهم لبعض، وهو ما نسميه بصلة الرحم. شحرور تخلى على كل المفسرين وكل الآيات وأتاك بأمر يعني كأنه إنسان يعني يتبع القيم الغربية العلمانية. المهم أنا أنقل لكم. يكمل وبناء على ذلك فإن الآية من آل عمران بدعوتهم المسلمين جميعا إلى أن يكونوا أولياء بعضهم لبعض بالتمسك بالإيمان الإنساني السامي والإسلام. تفسير من عنده الإسلام والإنسان صفحة 183. لكم الحكم أنتم المشاهدين. هنا في يعني عنده في الموقع ماذا يقول؟ يعني أكبر لك كيف. وفي هذا يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولاهم منكم فإنه منهم إن الله يهدي القوم الظالمين لا يهدي القوم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. هذه في المائدة 51-52. آسف يعني خط صغير لذلك. نحن هنا أمام مصطلح اليهود والنصارى، وإذا أردنا أن نفهمه فهم المعاصر فهو الصهيونية والصليبية العالمية. يا سلام. اليهود المسيحيين ليسوا هم اليهود المسيحيين الآن، بل هم الصليبيين الذين يقاتلوننا يعني في القرون الوسطى، والصهيونية الموجودة الآن في القدس التي تقاتل. وأنت ابحث على الصهيونية والصليبية العالمية، ابحث عليها وكون عدوها في هذه الآية.
كأنه يضحك علينا يعني. لا، المهم جيدة هذه الواقعة، ولا علاقة لهم البتة بأصحاب الديانة اليهودية والنصرانية الذين يعيشون مع العرب والمسلمين الإنسانيين يعني، وتجمعهم معهم رابطة الشعب، ويعيشون ضمن وطن واحد، ولكن الإسقاط هنا هو إسقاط على شعوب مختلفة ودول مختلفة. جميل يا ناس، يعني مذهب الشحروري جيد جدا، أحسن من الإسلام الوسطي أنا أراه يعني. يكمل هنا في موقعه شحرور، ها هو يقول: فإذا نظرنا في آية التوبة رأيناها تضع شروطا محددة، وهي الجزية تقع على جزء من الذين أوتوا الكتاب وليس كلهم، تنطبق عليه المواصفات التالية: الذين أن يبدوا بالقتال المسلمين ثم ينتهي هذا القتال بهزيمتهم، بدلالة قول الله تعالى: الصاغرين، ألا يكونوا من المؤمنين بالله ولا بيوم الآخرة، ألا يحرموا ما حرم الله ورسوله من قتل وشهادة زور وفواحش. وإذا نظرنا في ضوء ذلك إلى المواطنين المسيحيين الذين يعيشون معنا جنبا إلى جنب، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، فهل تنطبق عليهم الشروط المذكورة أعلى؟ أنا أراها تنطبق على الذين يقاتلون ويقتلون المسلمين في البوسنة والهرسك فقط، وعلى الذين يقاتلون ويقتلون المسلمين والمسيحيين في الأرض المحتلة، لكنها لا تنطبق نهائيا على المسيحيين الذين يعيشون معنا في الوطن العربي وفي العالم الإسلامي، بل بالعكس، في المسلمين العرب والمسيحيين العرب يتعرضون معا في الأرض المحتلة للقتل دون النظر إلى عقيدتهم وديانتهم. جميل جدا، والله جميل جدا، أنا أراها بيرفكت، إسلام رائع. يكمل هنا في موقعه: ما هو القتال؟ فالقتال مبرر في حالتين: القمع الداخلي، العدوان الخارجي، وعند الانتصار على القمع الداخلي تؤخذ الجزية من الذين أوتوا الكتاب عن يد وهم صاغرون، إذا كانوا طرفا في هذا القمع أو ظاهروا عليه. ويعتبر القتال مبررا في حالة القمع الداخلي، أي مع فقدان حرية العقيدة والتعبير عنها ضد أهل الكتاب وغيرهم من الضالعين في هذا القمع. ويكمل: حتى يحصل كل الناس على حرية التعبير عن رأيهم بالتساوي، وهذا يعني أن أي دستور للدولة العربية الإسلامية يجب أن يحتوي حسب الإسلام على جملة بنود ومفاهيم. رائع، يعني الإسلام فور. هنا في الإسلام الأصل والصورة صفحة 69: بما أن المسلمين هم كل من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا والتزم بالصراط المستقيم، فإن مفهوم الجزية هو مفهوم سياسي بحت، ولا تؤخذ الجزية من غير المسلمين. المؤمنين في أي بلد يكونون فيه المسلمين المؤمنين هم الأغلبية، ألغى الجزية، صححوا ألغى الجزية. وإما الضرائب هي القاسم المشترك لجميع أفراد المجتمع، يعني اليوم قرن 21 يوجد ضرائب، يوجد وطن، يوجد مواطن، إنسان، إنسانية، يعني ضرائب فقط، ليس مؤمن كافر يعني يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون، يعطي الجزية ويعطي الضريبة ولا تدق أجراسهم ولا يعني ولا كذا، ولا لأنه الإسلام يعلى ولا يعلى عليه، لا، كلهم إنسانية متساويين، هذا هو الإسلام. لذا فإن بيت المال هو بيت مال المسلمين وليس بيت مال المؤمنين، والمؤمنين هم جزء من المسلمين، أي مؤمن جزء من المسلمين وليس كل المسلمين، وبالتالي فإن مفهوم الجزية هو مفهوم سياسي إجرائي تاريخي. الله يعطاكم الحل رائع، أنا أعتقد أنه رائع شحرور يعني. نساءكم حرث لكم فآتوا حرثكم أن شئتم، في البقرة 223. هذه الآية ليس لها علاقة بالعلاقة الجنسية، هذه أيضا يشحرون بقوله تعالى أني شئتم، أن شئتم، أنا شئتم، لأن الآية التي قبلها حددت المكان والزمان في العلاقات الجنسية بشكل نهائي وكامل. ولنلاحظ كيف أتمها بقوله: وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. هذه في البقرة، وهذا موجود في الإسلام الأصل والصورة في 243 من كتابه. جميلة جدا، شرح رائع، هو أكثر من إسلام وسطي كيوت إنساني في القرن 21. يكمل: هذه الأشياء المستجدة كالتلفزيون والتليفون والإنترنت والطباعة وآلاف المستجدات في الحياة، يعني حرص لكم، يعني طلعت هي التلفزيون والتليفون والإنترنت والطباعة قال عنها إنها حرص للناس، أي هي من الأشياء المادية التي يحب الناس أن يجتمعوها ويكسبوها، يعني كل شيء جيد حنين رائع هو حرص لكم. التلفزيون، التليفون، الإنترنت، الطباعة، الآيباد، الفيسبوك، هذه حرص لك يعني والله مهم. وقد أباح الله سبحانه وتعالى لنا استعمالها متى نشاء وكيف نشاء، أي أن زمانية ومكانية. وبما أن هذا الحرث هو من متاع الدنيا، قال: وقدموا لأنفسكم واتقوا الله، أي علينا أن نتقي الله في استعمال هذه الأشياء ولا ننسى حقوق الله. والله هذه طلعت جميلة، يعني في الإسلام الأصل الصورة في صفحة 243، يعني حرث لكم، نساءكم حرث لكم، طلعت هي التلفزيون والإنترنت والطباعة والآيباد والأمور الترفيهية يعني. خلينا نكمل. ولنعرض الآن مفهوم النساء كتأخير بالنسبة للنصوص، وهو اسم سورة النساء. إذ استعرضنا شرائع قبل محمد صلى الله عليه وسلم نرى أن بعض أحكامها وردت في سور المائدة كقتل النفس أو الأنعام، يعني الفرقان أي الوصايا العشر، وهناك أحكام أخرى مثل تتمة المحارم، النكاح والموارث
المواريث. ترى ما هي الأحكام التي جاءت إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولم تأتي إلى رسول قبله، أي أنها نسأت تأخرت حتى الرسالة المحمدية. هنا يطرح سؤال: هذه الأحكام نجدها في سورة النساء، ولهذا سميت بهذا الاسم. الإسلام الأصل والصورة 240، يعني يعطي الحل لكل شيء. شحرور جميل جدا. ندخل هنا لماذا شحرور يعني اختار هذا الإسلام وفسره حسب عقله، يعطي يعني إسلام جديد. لماذا؟ لأنه شاف أن هناك مشكلة. مثلا في بدايات الإسلام يعني حروب الردة الطائفية، يعني المفسرون يعني قال فلان قال عنان عن عناك عن كذا، يعني اختلافاتهم كذا، فيقول لك والله بسبب هذه الأمور هكذا اخترت أن يكون الإسلام. سأعرض لماذا محمد شحرور لا يتبع الإسلام يعني الرسمي الموجود الآن. لأن الإسلام الرسمي موجود فيه محنة خلق القرآن، يعني ويقول سجن فيها أحمد بن حنبل، خالد بن عبد الله القسري يذبح الجعد بن درهم، المأمون حكم 20 سنة فرض رأي المعتزلة، المعتصم حكم 10 سنوات، الواثق بالله حكم 5 سنوات، أحمد بن ناصر الخزاعي يقتل ويصلب جسده. يعني كلها اختتال ومحنة وخلق القرآن هو خالق مخلوق، فأنا أختار أفسر كما أريد. ثم يقول والله يوجد مشكل آخر، يعني خلق القرآن الكريم. عن قيس بن الربيع قال جعفر بن محمد: من قال القرآن مخلوق قتل ولم يستتب. الإبانة الكبرى. وهنا في جزء ناصر حامد، يعني بما أنه فيها قتل وقال القرآن يعني مخلوق سيقتل ولم يستتب. بما أن فيها هذه الأمور أنه قتل وقال مخلوق ويقتل، يعني أنا محرج. لا، لذلك اختلاف في القرآن خالق مخلوق ويقتتلون بسبب هذه الأمور يعني التافهة في نظر. أنا سأختار تفسيري كما رأيت، تفسير محمد شحرور. اشتهر عن أئمة السلف تكفير من قال القرآن مخلوق، وأنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، كما ذكروا ذلك عن مالك بن أنس وغيره. وهذا مجموع الرسائل للبيهقي جزء 1 426. نكمل. لماذا شحرور يعني يقول لك والله المسلمون محتارون في مسألة خلق القرآن الكريم، ومن شدة اللبس في هذه المسألة كثر نهي السلف عن الخضوع فيها، واكتفوا باعتقاده أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولم يزيدوا على ذلك شيئا، وهو أسلم الأقوال والله المستعان. يعني لا تتكلم في هذه الأمور، اسكت. السلف قالوا اسكت، بما أنه قالوا اسكت والله أنا سأفسر كما أريد. محمد شحرور أراد ذلك، وهذا في فتح الباري في جزء 15 صفحة 467. يعني لا تتكلم. لذلك قال حرية التعبير الإنسانية كذا. يقول لك والله كيفية نزول القرآن اختلفوا فيه. قال الأصفهاني أوائل تفسيره: اتفق أهل السنة والجماعة على أن كلام الله منزل، واختلفوا في معنى الإنسان. انظر، يقول لك والله اختلف في معنى الإنسان. وقال غيره في المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم 3 أقوال: أحدها أنه اللفظ والمعنى، وأن جبريل حفظ القرآن من اللوح المحفوظ ونزل به. وذكر بعضهم أن أحرف القرآن في اللوح المحفوظ كل حرف منها يقدر جبل قاف، وأن تحت كل حرف منها معاني لا يحيط بها إلى الله. بما أنه مختلفين، هل أنزله باللفظ والمعنى أو كان في اللوح المحفوظ أو أنزله لجبريل والقرآن هو في اللوح وتقطعوا كذا، أنا يعني أترك هذا كله جانبا وأفسر القرآن كما أريد. هذا هو محمد شحرور. محمد شحرور يقول لك والله النزول بالحرف أو بالمعنى، حتى هذه أيضا اختلفوا فيها. يقول لك والثاني أن جبريل إنما نزل بالمعنى، يعني يقول لك جبريل نزل، خاصة أنه صلى الله عليه وسلم علم تلك المعاني وعبر عنها بلغة العرب، وتمسك قائل هذه بظاهر قوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك. والثالث أن جبريل ألقى عليه المعنى، نزل بالمعنى أو ألقى عليه بالمعنى، كل يعني غير مختلفين. إذن أنا سأفسر كما أريد. وأنه عبر بهذه الألفاظ بلغة العرب، أن أهل السماء يقرونه بالعربية، ثم إنه نزل به كذلك بعد ذلك. وهذا في الإتقان جزء 1 صفحة 44 و 45. بما أنهم اختلفوا في النزول بالحرف وبالمعنى، ونزل بالمعنى وألقي عليه المعنى، والله أنا أختار تفسيري أنا، وهو تفسير محمد شحرور. يقول لك عدد سور القرآن. عدد سور القرآن في مصحف ابن مسعود 112 سورة، لأنه لم يكتب المعوذتين. وفي مصحف أبي بن كعب في مصحف فاتحة الكتاب المعوذتين: واللهم أنه نستعينك، واللهم إياك نعبد، وتركهن ابن مسعود. وكتب عثمان منهم، وكتب عثمان منهم فاتحة الكتاب والمعوذتين. وهذا في الإتقان جزء 1 صحيح. بما أنه عدد سور القرآن 112 والمعوذتين، ومصحف أبي كعب، مصحف ورش يعني آسف مصحف حفصة، مصحف عثمان ابن مسعود، اختلفوا في عدد السور. إذن أنا سأعطي تفسيري كما أريد. هذا هو احتجاج محمد شحرور، احتجاج أنه يوجد هذه الأمور. أتمنى أن تردوا عليه، يعني لا أعلم كيف. يعني محمد شحرور يعني هو متوفي الآن، لكن
عنده ردود، يعني اعتقد انه فيه ردود يعني. يقول لك والله مصاحف في عدد صور، مصاحف في عدد صور، عدد صور كثيرة ومختلفة وتوجد المصاحف. تنبيه كذا نقول جماعة عن صحف أبي أنه 16 صورة، والصواب أنه 15، فإن صورة الفيل وصورة الإيلاف قريش فيها صورة واحدة. هذا خطير، كلامه خطير يعني إذا كان صح. الإتقان في جزء واحد 67 يعني صورة في صورة واحدة، صورة لحالها، صورة صغيرة، صورة فيها المعوذتين كبيرة، اختلف. إذا أنا سأعطي تفسيري وهو تفسير محمد شحرور. هو محمد شحرور يقول هذا، لست أنا يعني. عدد آيات القرآن، يقول لك اختلفوا عدد الآيات. قال الداني أجمعوا على أن عدد آيات القرآن 6000 آية، ثم اختلفوا فيها، زاد على ذلك، فمنهم من لم يزد، ومنهم من قال 100 آية و4 آيات، وقيل 14، وقيل 19، وقيل 25، وقيل 36. يا ساتر. قال أبو عبد الله الموصلي في شرح قصيدته ذات الرشد في العدد: اختلفوا في عدد الآيات أهل المدينة ومكة والشام والبصرة والكوفة. يعني كل أيام أنذاك اختلفوا في عدد الآيات. بما هكذا محمد شحرور اخترع دين جديد يعني، وشرحه كما يريد. عدد كلمات القرآن الكريم، يقول لك عدد كلمات كثيرة. فصل وعد قوم كلمات القرآن 77,000 كلمة، أوكي، و934 كلمة، وقيل و437، وقيل و277، وقيل غير ذلك، يعني اختلفوا، وقيل. يقول لك كثير، بما أنه الكثير جدا جدا. أنا محمد شحرور يفسر كما يريد. يقول لك فيما أنزل، فيما يعني آخر ما أنزل، المهم ما أول ما أنزل. اختلف في أول ما أنزل من القرآن على أقوال أحدهم وهو الصحيح: اقرأ باسم ربك، يعني أول ما أنزل اقرأ باسم ربك، يا أيها المدثر، يعني هذا القول الثاني. والقول الثالث يا أيها المدثر، يعني أي القرآن أنزل قبل قال يا أيها المدثر. قلت واقرأ باسم ربك قال أحدثكم ما حدثنا به رسول الله. والقول الثالث سورة الفاتحة. يعني اختلفوا فيما أنزل الأول. فمحمد شحرور يريد أن يعطي تفسير جديد ودين جديد. يقول لك هنا ما آخر ما نزل في اختلاف، فروي الشيخان عن براء عن عازم عن كذا، وآخر سورة نزلت براء هي التوبة، وقال آخر آية نزلت هي آية الربا، والآخرين قالوا واتقوا يوم ترجعون. يعني في أول ما أنزل، في آخر ما أنزل، يعني عدد الصحف، عدد الكثير. ثم يكمل أيضا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هي آخر سورة آخر سورة نزلت إذا جاء نصر الله والفتح. وقال آخرون آخر سورة نزلت المائدة: فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه الحديث. وهذا موجود في الإتقان في العلوم القرآن صفحة 120. يعني محمد شحرور لديه دلائل كثيرة، يقول أنه بما أنه هذه موجودة في الإسلام، أنا يعني هو يا إما هو رأى نفسه في ورطة، أو رأى أنه يريد أن يعطي إسلام جديد لكي لا يكون ملزم بهذه الأمور. يعني يقول لك حتى ترتيب الصور، وأما ترتيب الصور فهو توقيفي أيضا، أو هو باجتهاد من الصحابة أيضا، خلاف جمهور العلماء على الثاني، منهم مالك والقاضي أبو بكر في حد أقواله، وذلك اختلف مصاحف السلف في ترتيب الصور. فمنهم من رتبها على النزول، وهو مصحف علي كان أوله اقرأ، ثم المدثر، ثم نون، ثم المزمل، ثم تبت، ثم التكوير، وهكذا إلى آخر المكي والمدني. وكان أول مصحف ابن مسعود البقرة، ثم النساء، ثم العمراء. علي اختلاف شديد كذا في مصاحف أبي وغيره، يعني اختلاف ترتيب في مصحف. فمحمد شحرور قال لك بما أنه يوجد هكذا أمور، أنا سأفسر وأخترع دين جديد من عندي. وقال ابن حسان ترتيب الصور ووضع الآيات موضعها إنما كان بالوحي، واحد يقول لك بالوحي. وابن حجر يقول لك ترتيب بعض الصور على بعضها لا يمتنع أن يكون توفيقا. واحد يقول لك بوحي، والآخر يقول توفيقا، وهذا في إتقان جزء 1 صفحة 64. يعني هذه أسباب شحرور، أسباب محمد شحرور لماذا ألف دين جديد وأعطى مفهوم جديد للدين، وعنده أتباع. يعني مثلا هنا قال القاضي أبو بكر بن طيب في الجواب أنه يحتمل أن يكون ترتيب الصور على ما هي عليه اليوم هي في المصحف كان على وجه الاجتهاد من الصحابة. تفسير القرطبي جزء 1 صفحة 100. ترون الآن اجتهاد الصحابة، اجتهاد وحي بلا وحي، هذا قال وهذا قال. ففكر شحرور قال بما أنهم كل واحد يقول والآخر يقول واختلفوا كذا وكذا، ممكن أنا أيضا أعطي رأيي يعني. أو ممكن أنه هو يعني يخاف الناس أن يلحدوا بسبب هذه الأمور، فأتى بهذا التفسير. يعني كل الاحتمالات واردة. يعني مثلا يقول لك الصحابة يمكن أن يجمعوا الآيات في سورة، هي خطيرة. أتى الحارث بن خزيمة بهاتين الآيتين من آخر سورة براءة فقال أشهد أني سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيتهما. فقال عمر وأنا أشهد لقد سمعتهما. ثم قال لو كانت 3 آيات لجعلتهما سورة على حدة، فانظروا آخر سورة من القرآن فالحقوها في آخرها. خطيرة. قال ابن حجر ظاهر هذا أنهم كانوا يؤلفون آيات السور باجتهاداتهم، وسائر الأخبار تدل على أنهم لم يفعلوا شيئا من ذلك إلا بالتوقيف. الإتقان جزء 1 صفحة 60. والله يعني هذه خطيرة. أنا لو
لو حصل مثل هذا خطير يعني. محمد شحرور إذا صح كلامه خطيرة هذه، يعني يؤلفون الآيات ويضعونها في صورة في ثلاثة كلام. يقول لك حتى المكي والمدني اختلفوا فيه، ما هو المكي وما هو المدني. قال أبو الحسن بن الحصار في كتابه الناسخ والمنسوخ: المدني باتفاق 20 صورة، والمختلفون فيها 12 صورة، ومع ذلك مكي باتفاق، يعني مجرد 12 صورة 20 صورة والآخرون مكي. هل هذا صحيح؟ أنا أقول لكم ماذا يقدم محمود شحرور. يقول لك حتى الناسخ والمنسوخ. ما الناسخ والمنسوخ؟ قد أكثر، يعني هنا في الإتقان جزء 22، يعني هنا كأنها قصيدة: قد أكثر الناس في المنسوخ من عدد، وأدخلوا فيه آية ليس تنحصر، وهاك تحرير أي لا مزيد له، 20 حررها الخداق والكبر. يعني كثير الناسخ والمنسوخ. حتى في السنة، هل نسخ السنة للقرآن؟ يعني هل السنة تنسخ القرآن ولا القرآن تنسخ السنة؟ واختلف العلماء فقيل لا ينسخ القرآن إلا بالقرآن، كقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. قال: ولا يكون مثل القرآن وخيرا منه إلا قرآن. وقيل بل ينسخ القرآن بالسنة لأنها أيضا من عند الله. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى. الإتقان جزء 2 صفحة 20. هذه صعبة علي أنا، أنتم ابحثوا عليها. حتى هل يوجد الناسخ والمنسوخ؟ أنكر الطوائف من المنتمين للإسلام المتأخرين جوازه، وهم محجوجون بإجماع السلف السابق على وقوعه في الشريعة. يعني حتى وجود الناسخ والمنسوخ يقول لك لا يوجد. تفسير القرطبي جزء 2 صفحة 61. أسباب النزول. حتى أسباب النزول، ما هي أسباب النزول؟ وقد قال محمد بن سيرين: سألت عبيدة عن آية من القرآن فقال: اتق الله. وقال سدادا: ذهب الذين يعلمون فيما أنزل الله من القرآن. ماتوا الصحابة الذين سيقولون لماذا أنزلت هذه الآية. فبما أنهم اختلفوا فيما أنزلت هذه الآية، أنا أيضا سأفسر القرآن كما أريد، أو حتى آتي بآية، لماذا لا؟ يعني هم يأتون أيضا كما ترون. هكذا محمد شحرور للأسف. يقول لك: ما هو التفسير الصحيح؟ حتى التفسير الصحيح لا يوجد. قال أبو جعفر: اختلفت تراجمة القرآن في تأويل قول الله تعالى ذكره ألم، يعني ألم، فقال بعضهم هو اسم من أسماء القرآن. ألم هو اسم من أسماء القرآن. وقال بعضهم هو اسم لسورة. وقال بعضهم هو اسم لله الأعظم. وقال بعضهم هو قسم أقسام الله به وهو من أسمائه. هو قسم، يعني هو اسم من أسماء القرآن، هو اسم لصورة، هو اسم الله الأعظم، أو هو قسم من أقسام، أو قسم الله بأسمائه. ما هو التفسير الصحيح؟ يعني ألم، حتى ألم محمد شحرور طلع صعبان علي يعني والله. ما هو التفسير الصحيح؟ وقال بعضهم هو حروف مقطعة من أسماء وفعل. يا سلام. وعن ابن عباس ألم فقال الله أعلم. وقال بعضهم هي حروف يشتمل كل حرف منها على معاني شتى مختلفة. وقال بعضهم لكل كتاب سر، وسر القرآن فواتحه. وهذا في تفسير طبري. والله أنا أخاف من نفسي أن أذهب للشحروريين يعني. يقول لك أيضا اختلافهم في تفسير ما ذلك الكتاب. قال عامة المفسرين تأويل قول الله تعالى ذلك الكتاب يعني هذا الكتاب القرآن. وقد قال بعضهم ذلك الكتاب يعني به التوراة والإنجيل. هذا تفسير طبعا. يعني كل هذه الأسباب التي رأيتموها يقدمها محمد شحرور، ويقول لك لهذا وجد الاختلافات والتناقضات والقتل وغير المنطق، فلجأت إلى التفسير الذي أعطيته لكم في بداية الحلقة. المهم أشكركم إلى حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.